بجد. ما عشان انت اللي عامل كده، انت راجل هزو. انت لو ثابت وجودك كده زي حالاتي في بيتي مش هتبقى كده. انا تقدر تكسر لي كلمه؟ بتقول ايه؟ ابدا يا حبيبتي، ابدا. انا ما تقدرش تكسر لي كلمه وانت سامع بالجزمه وديها يا سمير. حبيبتي جاي. انت سامع؟ ايوه بص مش قادره يعني بص. ايوه لازم تكون راجل في بيتك، لازم. يلا عشان تنشر الغسيل. يا عم لا، ده بتقول لي يلا عشان الواد بيلعب في الغسيل، فبتقول لي خلي بالك من الغسيل. يا عم ده انت لازم تكون راجل في بيتك. انت اول ما تخش كده تقلعك الكاوتش. يلا عشان المواعين. تروح مسخنه. لا يا ابني ده بتقول لي خلي بالك المواعين. لازم تكون راجل وليك كلمه. اول ما تخش كده تقلع الكاوتش وتجيب لي الميه السخنه كده وتغسل لك رجلك وتقول لك يا باشا. بتقول ايه يا سمير؟ ابدا يا حبيبتي، انا بكلم واحد صاحبي. يلا سلام انت بقى دلوقتي، سلام. عيل هفا القرف. لازم الواحد يكون راجل في بيته. ايه يا روح امك؟ ايه ده انت جيتي؟ ايه يا حبيبه قلبي؟ لا ده انا بتكلم مع واحد صاحبي بيهزر. ناقصه تصوري بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا كل يوم وأنا بروح بصبن المواعين لمراتي وبغسل لها الغسيل وبنشره وبغير الحفاضه كمان بتاعت الواد، وهي تقعد على التليفون. ايه رايك انت بالكلام ده؟ الكلام ده؟ طب والله دي ست اصيله، ست ب100 راجل. هو الراجل لازم يتاخد على دماغه كده، يصبن المواعين ويغسل الغسيل ويعمل كل حاجه عشان يحس شويه باللي الست بتعمله. لا طبعا لازم الواحد يكون راجل في بيته. ولا انت شايفاني ايه؟ سمير انا بقول في بيته، يعني لازم يعني نحس شويه في ايه. طب يلا يا سمير، المواعين جاهزه جوه، وبعد كده الغسيل، وبعد بقى ما تخلص الاتنين تكنس الشقه. ماشي يا حبيبي؟ مواعين غسيل. طب يا حبيبه قلبي الميه سخنه ولا ايه؟ سخنت الميه؟ شغلت لك السخان. يا ريت بقى ما تشغلش بحاجه تاني. اتفضل يلا، من نمر على التليفون شويه. من عينيا يا حبيبتي. لازم الواحد يساعد مراته في البيت. انت يعني كل حاجه ماشي تمام، لكن مراتك برضه لازم تشيلها. لازم اتجوز. العلاقه هو بدي جواز. بيبطل بيقول ايه؟ سمير هجيلك.